حبيب قلبي، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. اتفضل، تعال تعال. الكرفان بيمثل لك ايه؟ هو مكان بجهز فيه نفسي، مش مهم يكون كبير صغير، المهم ان هو يبقى كويس. لو في الصيف يبقى فيه تكييف، فيه مثلا مايكرويف علشان الواحد الاكل طبعا عبال ما طبعا. بيجي مجلد البريك. يا لهوي، بيجي مجلد ويعني برد من 30 سنه وبتاع، طبعا. فالواحد بيحاول بس ايه يسخنه. يبقى فيه ثلاجه، لو ما فيش ثلاجه انا بجيب معايا ايس بوكس يبقى فيها ميه ساقعه بس علشان الحر وكده. هتعمل بيه ايه يا ابني؟ انت هتروح بيه البيت يعني. هو مكان هتجهز فيه وتنزل تصور بالظبط وتروح مليون في وخلاص. المية، مليون في المية. يعني هو مكان بعيش فيه مدة طويلة طبعا. بس مجرد ان انا اجهز وانزل عشان اصور. يعني ببارك لحضرتك جدا على سيد الناس، الله يبارك كسر فيك. الدنيا. فاروق الحمد لله. الجباس. فاروق الجبس. فاروق الجباس. الجبس. الجبس. ايوه. الجبس الشخصية بتاعته دي ايه اللي شدك ليها قوي انك تعملها او انك تتقنها بالطريقة اللي شفناها دي؟ اي عمل بيكتبه وبيخرجه الاستاذ محمد سامي تحديدا، لان ده يمكن تاسع عمل ما بيني وما بينه، عملنا مع بعض 9 اعمال قبل رقم كده. قياسي. رقم قياسي فعلا. انا بحب كتابته، بحب ورقه وبحب حواره جدا جدا جدا. يمكن هي شخصيه شريره، ممكن تقول لي ممكن تكون شبه شخصيات شريره انت عملتها قبل كده، لا هي مش شبهها. واللي بيقولوا عني كده دي حملات طبعا مدفوعه الاجر، وعارفين كلنا مين اللي وراها، مش مهم. دايما الشخصيه الشريره بيبقى فيها قماشه عريضه وتفاصيل كتيره، انت كممثل تقدر تتحكم، تحط ايه وما تحطش ايه، تشيل ايه وما تشيلش ايه، تغير ازاي طريقه الاداء، في طريقه المشيه، في طريقه الضحكه، في طريقه الانفعال. فالشخصيه بتبقى عريضه غير الشخصيه الطيبه. الشخصيه الطيبه عادي جدا، صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، حضرتوا لي العشاء، عملتوا لي مش عارف ايه، عادي ما تشدش. بالظبط. وبعدين عايز اقول لك على حاجه كمان، دايما 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 الشخصيه الشريره بيبقى المشاهد العربي رغم ان هو ممكن يكون بيكرهها بس بيبقى منبهر بيها، اللي هو انا نفسي اعمل الموقف ده، انا نفسي ابقى زي الجبس كده في الحته دي. بالظبط. لكن انا ما بحبوش برضو كجبس، لكن دايما الممثل بيتشاد بيه لكن الشخصيه تتكره، لكن مش الممثل هو اللي يتكره. مليون في المية، عشان شطارته ان هو قدر يجسد الشخصية الشر دي. بالظبط. والحمد لله الحمد لله والشكر لله، يعني الناس ليا رواج مع الناس وليا تاريخ طويل مع الناس، فشافوني في كل الوان الشخصيات. عارف انا لو شخصيه جديده وبعمل دور شرير زي الجبس ممكن اتكره انا شخصيا، بالظبط. بس انا عشان الناس رصيد. عارفيني وليا رصيد عندهم وشافوني في اكتر من عمل، من العصيان والحياه والسراب وحديث الصباح والمساء يعني بص اسماء لا تعد ولا تحصى. فخلاص انا بقى عندي رصيد عند الناس، وناس كتير يعني الحمد لله والشكر لله، اعوذ من كلمه انا، يعني مش انا اللي بقول يعني، بس هم دايما مسميني الجوكر. اوكي. اللي هو يطلع في اي دور يقنعك بيه. انا بحب الشخصيات اللي فيها تحدي، اللي فيها شغل وتفكير ودراسه ولا انا عملت الحته دي في حاجه قبل كده يبقى انا لازم اغيرها، يبقى انا لازم اعمل مش عارف ايه، فيها تفكير ودراسه. بقعد اكل الورق، يعني الورق ده بيتقري، مسلسل بيبقى 30 حلقه قد كده واخد بالك، شابو. بقراه 30 40 مره. اوكي. كله على بعضه مش بس دوري، وبعدين بقعد اركز على دوري بقى لوحده، بس انا خلاص انا فاهم المسلسل كله. وبالذات لما تبقى انت مكرر اكتر من مره عملت شخصيه شريره، لازم كل مره يبقى فيها اختلاف. وعرش ربنا احنا أيوة. وحشنا فتحي برنس. يا حبيبي يا حبيبي، لو الجبس وفتحي برنس أيوة. اتقابلوا، الكومبو ده هيكون عامل ازاي؟ ده هيولع مصر الكومبو ده، ده هيولع مصر، ده هيولع مصر. ده يقول له عرش ربنا وده يقول له عرض اختي يعني. وانا بناشد المخرج محمد سامي ان هو يعمل فتحي البرنس والجبس مع بعض. لا خلاص بص، انا ما بحبش اقلد حاجه خلاص كده يعني خلاص. كان في مسلسل اسمه ولد الغلابه، ولد الغلابه بتاع الاستاذ احمد السقا. انا عملت شخصيه نجحت جدا جدا رغم ان انا كنت ضيف شرف، كان اسمها جمال لبه الاقرع ده كانوا عايزين يعملوه مسلسل لوحده، انا رفضت. خلاص انا عملته والناس اعجبت بيه، خلاص بتقتنع اشوف حاجه بالاجزاء جديده الثانيه او تكرار الشخصيات يعني. ليه اكرر الشخصيه انا عملتها؟ لا، افكر في شخصيه جديده واعمل حاجه جديده تعجب الناس برضو. فرج شبل في مسلسل كلام على ورق، ده كان ده كنا خلاص بنحضر لمسلسل اسمه فرج، ولكن جيت انا صحيت من النوم فجاه قلت لا مش هعمله، ما انا عملته. واتس نيكست؟ هفكر في اعمل شخصيه جديده بقى اللي بعده. انا هفضل استحلف في شخصيه، ما اقدرش انا اعمل شخصيه واقعد 5 6 7 8 اجزاء بعمل فيها، لا ما بحبش كده بالظبط. انا عايز اجدد. ايه مفهوم النجاح بالنسبه لك؟ النجاح ان الدنيا كلها بتتكلم عليك،
انك طالع ترند وانت ما لكش ذنب، ما بتعملش حاجه عشان تطلع ترند، انت بتطلع ترند من الناس بيعجبوا بالشخصيه، بيسقفوا لك، بيكتبوا عنك كومنتات، البرامج بتطلبك، الاخبار بتتكلم عنك، انت ناجح. النجاح ده يخوف، طبعا. لان طب انا نجحت، هعمل ايه بقى جديد؟ هل هفضل على نفس النجاح اللي انا فيه، ولا هفكر في حاجه جديده؟ طب هل الحاجه الجديده دي هتنجح نفس النجاح، ولا قده، ولا اكتر، ولا اقل؟ كل ده بيخلي الواحد دماغه خلاص هتفرقع 100%. يعني. عملت كذا عمل قبل كده مع بنتك طبعا ملك زاهر، ازاي حضرتك بتفصل بين العلاقه في البيت والعلاقه في المسلسل؟ ومن كام حلقه كده حضرتك ضربتها؟ مجرد ما يتقال اكشن انا ما بشوفش حد، ما بشوفش حد خالص خالص. مين قدامي عظيم كبير نجم النجوم صغير، ما بشوفش حد. انا ببقى الشخصيه، ببقى الجباس، ببقى فتحي، ببقى طارق نصار في هو ده السر. يعني انا عايز اقول لك بعد ما ضربتها قعدت عيطت جدا وحضنتها وقلت لها انا اسف وحقك عليا، وعمال اعيط يعني. ما انا اصلا ما ضربتهاش في الحقيقه عمري، لان البنت او الست لازم تكرم، طبعا لازم تتشال فوق الراس، وده واجب على الراجل. تتعاتب، تتخاصم، انما انها تتضرب وتتهان لا، مش الست. انا عمري ما ضربت حد من بناتي، فبالنسبه لي دي كانت فاجعه. وانا عايز اقول لك ان بعد ما خلصنا الزاويه الواسعه لسه بقى في في بقى ضيقات، كذا شوط تاني. قلت لهم انا مش عايز ضيقات. انا مش، قالوا لي ازاي يعني ايه مش عايز يعني هتضرب ايه تاني. يعني ايه مش عايز ضيقات؟ قلت لهم لا مش هعيد الضرب ده تاني، اسف انا ضربت مره واحده ومش هضرب تاني. لما عدت الضيقات بقى كمان غصب عني طبعا، ما هو يعني هعمل ايه؟ ما هو المخرج عايز كده والمشهد فعلا ما ينفعش بالظبط. يتاخد كله واسع، ما هو لازم يبقى فيه رياكشنات 100%. وضيقات يعني عايز اقول لك كان صعبان عليا نفسي وصعبان عليا هي، وما كنتش عايز اكمل المشهد يعني، متضايق بجد. بس الحمد لله عملناه، واول ما خلص خدتها في حضني بريك الكرفان. انا ما بعرفش اكل خالص طول ما انا بصور. اوكي. يعني انا لو قعدت 30 ساعه بصور متواصله ما باكلش لدرجه ان انا بدوخ وحاجات كده يعني، بطنك تحس انها كبرت كده او تبقى مركز قوي في مشدود. لا، ما هو ده هيخليني افصل عن تركيزي عن التمثيل. بالظبط. يعني اي وجع، اي تقل، مش قادر اخد نفسي قوي عشان دبيتها، علشان ما بعرفش. ممكن مثلا اطلب بيتزا، مثلا اخد شريحه سلايز، تبقى اكلت حاجه وخلاص. ولما بقى اخلص تصوير خالص ابقى اخد البريك بتاعي اكله في البيت. ما بعرفش انا اكل وسط التصوير ابدا. اشرب شوربه، ممكن اجيب معايا شوربه حاجه واشربها، تكون دخلت عشان نكمل اليوم. اللي هو عشان بس ما اقعش. بالظبط. انت فاهم؟ بس ان اكل ما اقدرش وانا بصور ابدا. يعني الاذان هيدن علينا كمان شويه ومش هفطر. مش هتفطر؟ لا، تمر حاجه. ما هو كده بشرب شويه شوربه بس مش هتفطر. لا مستحيل، ما اقدرش مش هعرف اكمل. لما تخلص بقى وتخلص لما كل اللي اخلص خالص بقى واروح البيت بالزبط. ابقى اكل بمزاجي. بقالكم كتير بتصوروا سيد الناس. والمسلسل اسمه سيد الناس. أيوة. مين بالنسبه لاحمد زاهر هو سيد الناس في حياته؟ يعني سيد الناس هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا. مفيش حد تاني يبقى سيد الناس غير ربنا سبحانه طبعا. وتعالى، ومن بعديه سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز اعرف مين اكتر ناس بيعملوا اجواء في المسلسل بتاع سيد الناس من الكاست؟ اجواء ضحك وهزار وكده. لذيذه. مفيش الكلام ده عندنا يا باشا، مفيش الكلام ده عندنا يا باشا. احنا في معسكر في شغل. انا كبيري بس كده ايه، انا احب اجي مثلا لو انا مثلا حضوري مثلا الساعه 10 الصبح، تلاقيني جيت قبل الحضور بساعتين، اجهز براحتي، اشغل شويه مزيكا في السماعه بتاعتي كده، عمر خيرت، مش عارف ايه، حاجه كده ريلاكسيشن ولوحدي. انما بقى ان احنا نقعد نهزر ونضحك ونتشقلب والحاجات دي مفيش الكلام ده. صح والله يعني. مفيش الكلام ده خالص. احيانا في مشاهد بتجيلنا على الهوا يعني، يلا الاستاذ عايزكم في التصوير في اللوكيشن والمشهد اهو، يا نهار اسود احنا لسه ما حفظناهوش. طب ماشي رايح من هنا لغايه اللوكيشن عمال بقرا في الكلام وبحاول احفظه بسرعه، هوب حفظنا، هوب دخلنا. ودي ميزه الحمد لله انها عندي، احب اذاكر واحفظ من قبلها بيوم، حتى لو عندي 20 مشهد احفظهم من قبلها بيوم في الكرفان، بس يا دوبك اراجع. انما في المسلسل ده تحديدا كذا مسلسل قبل كده يعني 2 3 بس اللي كان بيبقى فيهم الحوار بيجي لنا واحنا داخلين، فده لو انت ما عندكش موهبه انك تحفظ بسرعه كارثه. طبعا. ممكن نقعد في المشهد ده 4 5 ساعات، والمشهد مثلا مدته الزمنيه محطوطه
ساعه وسيعه بضيقاته، فانت كده بتعطل زمايلك، مليون في المية. بتعطل الانتاج. والمفروض ان الممثل يكون فريند اوف برودكشن، 100%. يعني المفروض ان انا يعني اساعد الناس ما اعطلهمش. كده كده. فعشان كده الواحد بيبقى يعني عارف بيقطع في نفسه علشان خاطر يعمل كل حاجه ينجزها، ما يعطلش حد، ما يعطلش زمايله حتى. ممكن يبقى في زميل عندي معايا في المشهد وعنده مشهد في حته تانية ولازم يجري، او عنده مشكله، او عنده مامته عيانه، او اي حاجه في الدنيا ولازم يمشي. طب ما انا كده قعدته واخرته، طب ليه انا اعمل كده فيه؟ فلازم ابقى حافظ كويس قوي. مليون في المية. وببارك لحضرتك تاني على المسلسل، بجد مكسر الدنيا. الله يخليك، وكل بتبارك لي حاجة وانا قاعد حضرتك- بالبيجامه معاك كده، ينفع لبس كده؟ الكاركتر، لبس فاروق الجباس بنفسه.